السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في فيديو جديد. اسلام حفني معاكم. انا طبعا بعتذر علشان الفترة الأخيرة الفيديوهات ما كانتش بتنزل باستمرارية زي الأول، ولكن إن شاء الله الفترة اللي جاية أقدر إن أنا أستمر وأبتدي إن أنا أنزل فيديوهات جديدة. آمم، الفيديو ده أنا عملته علشان في طريقة كده حابب أشاركها معاكم، ابتديت إن أنا أتابعها مؤخرًا في التصميم بتاعي، ليها علاقة أكتر بالlayout والstructure بتاع التصاميم على Figma، الweb pages تحديدًا يعني، هو طبعًا للmobile applications برضه، ولكن أنا هاعرض لكم الطريقة بخصوص الweb pages في الفيديو ده. الطريقة دي ليها ميزتين. أول ميزة إن هي ما بتعتمدش على الframes والgroups العادية، بحيث إن كل حاجة تبقى بتتحرك يدويًا في التصميم. لأ، هي بتبقى كلّها auto layouts جوّه auto layouts أو containers جوّه containers، كلّها auto layouts بحيث إن يبقى سهل التعديل فيها، سهل التحريك، سهل إن أنت تعمل iterations، دي أول ميزة. تاني ميزة إن دي تقريبًا الطريقة اللي بيتّبعها الfront end لمّا بييجي يعمل الwebsite لو بيdevelop web page بتبقى بنفس الطريقة. كلّها containers جوّه containers، يعني هنتخيّل كل الصفحة كده بتبقى بالترتيب كده كلّها containers، مربعات جوّه مربعات جوّه مربعات. طيب علشان بس أعرّفكم عن موضوع الcontainers وموضوع الstructure بتاع الweb pages اللي already developed، أنا عايز بس أوريكم مثال بسيط كده لو وليكن مثلًا عند medium. لو جينا عملنا inspect لmedium هنلاقي إن الموضوع زي ما قُلت لكم، يعني الصفحة حرفيًا مجرد containers جوّه containers. لو جينا خدنا كمثال مثلًا الheader بتاعهم وجينا دوسنا عليه كده في الHTML، هنلاقي إن في الcontainer الكبير خالص اللي هو واخد الpaddings اليمين والشمال دي أو الmargins. هي margin actually. وبعد كده جواها في الcontent نفسه، ولو دخلنا على الlayout ده أو الflex box ده هنلاقي إن في طبعًا الlogo على الشمال، وهنلاقي الnav links على اليمين. لو فتحنا الnav links هنلاقي برضه جواها الelements، يعني نفس الشغل بتاع الauto layout بالضبط. يعني ده يعتبر كده auto layout جواه الelements دي كلها، ونفس الproperties اللي بنستخدمها في Figma، بس هي في الCSS اسمها flex box. طيب، في حاجة برضه لو أنتم لاحظتوا هتلاقوا إن الcontainer نفسه اللي فيه الcontent، لو تخيلنا إن هو مثلًا هيبقى المربع ده كده، أو يعني خلّونا نجيب الmain page خالص من هنا. لو جينا شُفنا مثلًا أيوه ده، بصوا الcontainer نفسه أو الcontent نفسه موجود فين، بغض النظر عن الصورة. هي صورة معمولة إن هي تروح عادي responsive مع الscreen مهما كبرت عادي، ولكن الcontent نفسه لأ، مش زي الصورة. الcontent نفسه ليه container معين بmax width، هو بيتعمل له max width بحيث إن هو ما يexpandش مهما الwidth زاد، علشان طبعًا في شاشات كتير بقى العرض بتاعها كبير أوي، فلأ الweb sites تتعمل بcontainer محدد، وليكن مثلًا 1400 بكسل، 1600 بكسل، أيًا كان الmax width اللي أنت بتحطه، بحيث إن هو لو زادت عن الحجم الطبيعي يعني اللي إحنا المعقول يعني ما تبقاش تexpand في كل حتة، تلاقي بقى الجزء الشمال ده بقى في آخر الشاشة من الشمال، ولو في زراير أو حاجة تبقى في آخر الشاشة من اليمين، وتفضل أنت بقى عمّال رايح جاي كده، وعينك برضه تبقى مشتتة. فلأ، يعني الcontainer إن هو يتعمل max width كده يبقى أفضل. لو إحنا حتى لاحظنا إن إحنا لو جينا قللنا، يعني هنلاقي هي بتيجي عند الحتة بتاعة الmax width بتاعتهم دي، وبعد كده بتبتدي بقى تبقى responsive عادي، ولكن لو أنا زوّدت أوي في الwidth لأ، هو بييجي عند حتة معينة ويُقف خلاص، يبتدي ما يبقاش responsive. وعلشان نشوف برضه لو حد حابب يشوف الmax width ممكن يعمل بالfiltration نفسه اللي موجود هنا في الجزء بتاع الinspect اللي فيه الstyles ده. تقدر إن أنت تشوف لو في max width مثلًا 1192 هم بالنسبة للناف أو الheader فوق، وفي بالنسبة للhero section برضه 1192. فهو كل section بيحط له max width بحيث إن هو ما يزيدش عن حد معين زي ما إحنا شُفنا في الأول خالص. طيب عايزين بقى نطبّق الكلام ده عملي على Figma. أنا جِبت design موجود على الcommunity في الfile ده، يعني عشان الcredit برضه وكده. عايزين بقى نحوّله، هو طبعًا معمول بframe أهو، frame عادي جدًا groups، كل حاجة groups وframes. الauto layout استخدامه minimal جدًا، فإحنا عايزين بقى إحنا نضبّط بقى التضبيطة بتاعة الlayout اللي إحنا بنتكلّم عليها دي واحدة، واحدة كده مع بعض. طيب أول حاجة هنعمل frame عادي 1440 مثلًا أو أيًا كان.
طبعا الويتس بتاع الفريم مش هيفرق، لان احنا كده كده قلنا احنا بنخلي الكونتينر بتاعنا ثابت على ماكسيموم ويتس معين. مش هتفرق بقى انت عملت هنا الكونتينر 1440 1920 2200 ايا كان، انت كده كده بتحدد ماكسيموم ويتس للكونتنت بتاعك وانت بتصمم. طيب اول حاجه هننقلها هي الهيدر. مبدئيا كده احنا الفريم الاولاني ده هو هيبقى اوتو لاي اوت اصلا، فاحنا هنخلي البدايه خالص كده اوتو لاي اوت. ده هيسهل علينا حاجات كتير وهيسهل علينا تعديلات زي ما هنشوف في الاخر لما نخلص خالص. طيب عملنا الفريم بتاعنا الرئيسي ده اوتو لاي اوت، بعد كده هناخد الهيدر بتاعنا. هنبتدي بقى ايه يعني، نشوف بقى حاجات غريبة وحاجات تعل شوية. طيب احنا ممكن نقفل الباك جراوند دي عشان عامله لنا مشاكل، وناخد الناف بار ونحطه في التصميم بتاعنا. جميل جدا جدا. احنا ممكن بقى نفس المارجنز اللي احنا كنا بنحطها في الجريد او اللاي اوت جريد، الكولومز يعني احنا كنا بنعملها، ممكن بقى نعملها هنا مثلا. ندي يمين وشمال وليكن مثلا 80. ممكن نخليه ايه 120 مثلا 120. طيب تعالوا نشوف بقى ال 120 دي هتخلي ده ايه. طيب احنا مبدئيا كده ده هنخليه اوتو لاي اوت برضه. احنا الاوتو لاي اوت بنعملها بشيفت ايه، يعني جينا عند الناف بار ده هندوس شيفت ايه. الناف بار هيكون جواه اللوجر ده اللي هو اللوجو يعني، المنيو برضه هنخليها بشيفت ايه. هي اتحولت على طول اوتو لاي اوت. ممكن نخلي المسافات وليكن مثلا 60 بكسل من كل لينك والتاني، ودي هنخليها اوتو كده زي ما هي تمام. طبعا الاوتو لاي اوت انا عملت له فيديو برضه لو حد حابب ان هو يشوفه يعني، عشان بس ما نضيعش وقت بشرح كل التفاصيل بتاعته. ممكن ندي يعني زي بادنج كده شوية من فوق في الفريم الرئيسي. ممكن نخليه مثلا وليكن 40 مثلا 40 بكسل. طيب ده كده 1206 تمام. احنا ممكن نخلي دي على فكرة زيرو، مش شرط ان احنا ندي مارجن او بادنج، ونخلي الماكسيموم ويتس بقى في كل كونتينر بنعمله. احنا كده خلصنا الناف بار، فهنديله ماكسيموم ويتس وليكن 1200 بكسل بس كده. هو مش هيزيد عن 1200 بكسل. انا هخليه فيل، هو مش هيفل اكتر من 1200 بكسل، فانا لو قللت هيقل عادي زي ما احنا شايفين كده، ولكن لو زودت لا مش هيزيد. برضو عشان لما يبقى ريسبونسيف ما يبقاش لازق في الشاشة، ممكن ندي 80 و80 كده من الجناب، بحيث ايه يعني لو عملنا الموضوع ريسبونسيف ما يبقوش لازقين في الشاشة. احنا كده خلصنا الهيدر تمام. هناخد بقى الباك جراوند دي نحطها كده زي ما هي. هنخليها absolute position. الابسولوت بوزيشن ما بيخليش الاليمنت يتبع البروبرتيز بتاعت الاوتو لاي اوت، بيخليه كده حر مع نفسه، بيبقى مرتبط بالحاجه اللي هو جواها او الفريم اللي هو جواه بس. وبرده الابسولوت بوزيشن انا شرحته في الاوتو لاي اوت. فاحنا هنخلي ده absolute position، وهنديله الكونسترينتس ليفت ورايت علشان لو انا هاكسباند الفريم ده يفضل ان هو اكسباند معايا عادي جدا. بعد كده ابتدي احط الكونتنت بقى بتاعي. هاجي احط ال طيب الاوتو لاي اوت طبعا هخليه يرص الحاجه بالفيرتيكالي يعني. وده هبتدي بقى اظبطه باوتو لاي اوت. اوتو لاي اوت هنا وهنا، والزراير دي هتبقى اوتو لاي اوت. المسافة بينهم ممكن تبقى 16 مثلا، وهنا ممكن تبقى 24 كده. ده تمام جدا. وطبعا انا كده شايف ان المسافة هنا كبيرة جدا. ممكن اخلي بقى المسافات بين السكشنز، انا هعتبر طبعا ان ده سيكشن لوحده والهيرو سيكشن ده هيبقى سيكشن لوحده، فانا هخلي المسافات بين السكشنز مثلا يكون 90 بكسل مثلا، او طبعا نقول 120 مثلا. طيب بالنسبة الصورة أعتقد إن إحنا ممكن ناخدها كده ونحطها مع الكونتنت بتاع الأوتو لاي أوت ده. هنسلكت الاتنين شيفت ايه، وبعد كده نخليه هوريزونتال، وهجيب الكونتنت ده على الشمال والصورة على اليمين. طبعا ده هيبقى فيل. طيب هنخلي المسافة بينهم اوتو، والصورة دي هنخليها تفل، وده هنخليه فل.
عشان كل واحد ياخد بالتساوي كده 50% و50%. طيب دي محتاجة تبقى على قد الفريم بتاعها بالظبط، يعني مش محتاجة تكون بره قوي كده. تمام. طيب الصورة دي مش زي ما هو عاملها هنا، فالصورة دي كده هيبقى ليها وضع مختلف شوية. هقول لكم بقى هنعمل ايه. احنا مبدئيا هنسيب ده جوه اوتو لاي اوت عادي. تمام، هنطلع بس الصورة بره. احنا هنسيب ده كده زي ما هو كده جوه الاوتو لاي اوت عادي جدا، ونديله الماكسيموم ويتس برضو بتاعه ككونتينر رئيسي، ونقول ان هو الماكسيموم ويتس هيبقى 1200 بكسل زيه زي الهيدر. طبعا زي ما انت شفتوا اول ما عملت كده خلاص بقى الايند مع الهيدر على طول. الصورة بقى هعملها بيست وهخليها ابسولوت بوزيشن. طيب هخليها تبقى، اقول لكم دلوقتي هي طبعا شوف شكلها هنا عامل ازاي. هو واكل كده حتة لحد هنا كده تقريبا، وبعد كده مزومها، وواكل برضو حتة في الجنب كده. طيب يبقى الصورة هتبقى بالوضع ده absolute position. هنخلي الصورة بقى ايه bottom right. شفتوا زي medium كده بالظبط. الصورة هتروح وتيجي معايا عادي، هي absolute position، هي حرة مش مرتبطة بالاوتو لاي اوت. انما الكونتنت اللي جوه لا، الكونتنت اللي جوه زي ما احنا شايفين كده هو ثابت عادي جدا موجود مع الهيدر بتاعه وفي الكونتينر اللي انا محدده اللي اخره 1200 بكسل. فاحنا كده خلصنا الهيرو سيكشن وخلصنا الناف بار او الهيدر. طب ده هنسميه بقى ناف بار، اوكي ده هنسميه هيرو. ده كده كلام جميل جدا. احنا كده خلصنا اول تو سيكشنز. طيب هنجيب بقى السيكشن بتاع ال award winning ده. طيب تعالوا نجيبه كده زي ما هو. هو حاطط اصلا اوكي ده حاطط باك جراوند زي ريكتانجل كده. اوكي تعالوا نحط بس الجزء ده. تعالوا نقول ان ده يفل اسف يهج. طيب كده ظهرت نقطة لطيفة جدا. انا اول ما عملت هج دلوقتي لقيت ده عمال ينزل لي تحت. بينزل تحت ليه بقى الباشا ده؟ علشان انا مخليه ريليتيف للكونتينر الكبير. طبعا انا ممكن اخليه عادي ريليتيف للكونتينر الكبير، ولكن انا ممكن اديله بقى الكونسترينتس تبقى بدل ما هي بوتوم تبقى توب. اوكي يبقى رايت توب، احنا كنا عاملينها غلط. فانا كده لو جيت عملت الهج هلاقيه ايه ثابت زي ما هو، منزلش معايا زي ما عمل قبل كده. طيب ده ال 120 بكسل مش مكفيه. ممكن نعمل ايه بقى في القصه دي؟ احنا طبعا ده هنخليه جوه اوتو لاي اوت. تعالوا نظبطه بس الاول، نديله اوتو لاي اوت، وبعد كده نخلي ده صوره كده كده، فمش محتاج ان انا اخليه اوتو لاي اوت. ده هيبقى اوتو لاي اوت طبعا. كونتنت والحاجات دي برضه هتبقى اوتو لاي اوت، وهخليها اوتو وهخليها تفل عشان تبقى responsive. نجرب. تمام كده. نعمل ايه؟ اه طيب ده كده بقى اوتو لاي اوت خلاص. انا هخليه فل، وهقول ان هو يبقى اوتو، وهقول ان الماكسيموم ويتس هيبقى 1200 زيه زي الباقي، وهخلي السكشن نفسه واخد وليكن 80 بكسل فوق وتحت. هي دي الطريقة بقى اللي احنا ممكن ندي بيها مسافات. احنا ممكن ندي جاب جوه الكونتينر الرئيسي نفسه، وممكن ندي للسكشنز نفسها بادنج بحيث ان هي تبعد عن اللي فوقها وعن اللي تحتها. فاحنا ممكن كمان نزود في دي، يعني نخليها مثلا 120 بكسل. فدي طرق المسافات. حتى الفرونت اندز بيعملوا كده، هو بيدي يا اما جاب يا اما بيدي مارجنز يا اما بيدي بادنجز. طبعا احنا ما عندناش مارجنز في فيجما فاحنا بندي بادنج. فانا كده خليت الناف الاول. بعد كده احنا ممكن حتى نقفل بقى كل الليله دي. يبقى عندي الناف بالترتيب كده الهيرو، بعد كده عندي الهاوس ده ممكن نخليه فوق، وبعد كده عندي الاباوت. كل حاجه موجوده عندي بالترتيب. وخلي بالكم ان احنا يعني هوريكم بقى بعد كده احنا ازاي ممكن بقى نظبط الترتيب، نشيل حاجه مكان حاجه، نعدل الكلام ده كله. هيبقى مفيد جدا وسهل جدا. بعد كده هنجيب ال ongoing projects نحطها على طول. مكان نشوف بقى دنيتها ايه. عندي طبعا ده الفريم الرئيسي، طبعا هيبقى اوتو لاي اوت. كده الدنيا باظت، ولكن هنظبطها مع بعض واحده واحده. انا مش محتاج الباك جراوندز دي خالص.
السلايد تمام. التوب ده ابسولوت، هنلغي الابسولوت عشان ياخد البروبرتيز بتاعت الاوتو لاي اوت. هنخلي الجاب وليكن مثلا 40 بكسل، وهنخليه فيل نفس الكلام. طيب دي نقطة جميلة جدا. احنا محتاجين ده يخرج بره الفريم، فاحنا يعني طيب تعالوا ناخدها واحدة واحدة برضو، بلاش نستعجل. الحتة التوب دي هنخليها اوتو لاي اوت، بعد كده هنخليها تفل، وهي كده كده واخدة الجاب اوتو سبيس بتوين في السي اس اس لو حد عايز يعرفها يعني. ممكن نخلي ده في النص عادي مفيش مشكلة، وده يبقى اوتو لاي اوت برضو 12. الجاب دي كويسة جدا. الاروز دي ممكن برضو تبقى اوتو لاي اوت 12، ده جميل جدا. طيب الصور دي هتبقى اوتو لاي اوت برضو. وهنخليها تفل تمام. بس مش هنخليها تكليب كونتنت، احنا عايزين نلغي كليب كونتنت عشان هي تفضل خارجه بره كده، عشان يبقى اليوزر عارف ان دي حاجه سكرولابل ممكن اخدها بالماوس واسحبها. وطبعا في الحته دي انا بتحكم في الجزئيه دي من الجزء اللي بيحدد لي الاند بوينت والستارت بوينت او الالاينمنت بتاع الاوتو لاي اوت او الفليكس بوكس، اسف الاوتو لاي اوت. لو انا هخليها بالعربي مثلا، انا هاجي اخليها كده عشان تبقى السحبه من الشمال لليمين. فاحنا طبعا بالانجلش، فاحنا هنخليها زي ما هي كده على وضعها عشان يبان ان هي سكرولابل. فاحنا ده كده خلصناه بكل البروبرتيز بتاعته، ولكن نسينا نديله الماكس ويدث، فهنخليه ماكس ويدث 1200. فكده الدنيا ظبطت وتمام جدا. هبتدي بقى ان انا احط التستمونيال ده برضو، نحطه جوه الفريم بتاعنا. هنلغي الباك جراوند دي. لو لقينا الدنيا داخله في بعض شويه، ممكن نبتدي بقى ندي البادنج زي ما عملنا فوق، بس هناخدها واحده واحده كده. ده كده هيبقى aligned vertically في الكونتينر. هو كان ازاي اصلا؟ اوكي ده هيبقى في النص تمام ماشي، يبقى ده يفل، وهيبقى اوتو لاي اوت 12 بيكسل زي ما عملنا فوق. هو ليه مش هو غير؟ ما غيرش تالي صح؟ طيب ليه كده؟ عشان هو اصلا جوه حاجات كتير. طيب ده هنعمل له انجروب، مش محتاجين ده، ويبقى 12 تمام كده. بالتالي كده هيغير بقى اي صح. اوكي كده تمام. الاسهم دي هو حاططها عند الصور، عند الصور والكونتنت. اوكي طيب يبقى احنا ممكن نعمل ايه؟ احنا ممكن بقى نشيل الاسهم دي او نانجروب الاسهم لو هي في جروب. اوكي طيب هنخلي الاوتو لاي اوت بقى ياخد كل دول. ممكن نعمل كده، نسلكت كل حاجة ونخليها جوه اوتو لاي اوت، ونخليها بالعرض، ونجيب السهم اليمين ده في الاخر خالص، ونخليهم في النص الالاينمنت. يبقى كده تمام جدا. ندي بقى ايه في الكونتينر؟ المسافات ممكن اوتو عادي. ممكن نخلي ده فيل عشان يبقى responsive. وممكن نعمل ايه في الجاب؟ ممكن نخلي الجاب 60 مثلا. كده تمام. يعني ممكن نخلي الجاب 60 مثلا، ونخلي ده responsive وده ثابت، او ممكن نخلي actually ده responsive برضو عادي. وطبعا هنديها نقفل الاسبكت ريشيو. على فكرة موضوع الاسبكت ريشيو ده برضو انا ممكن ابقى اتكلم فيه بعد كده. طيب ده بايظ اعتقد، فيلا بينا نظبط ده كمان. التكست ده محتاج يبقى اوتو اوت جدا. ممكن ده كده، ممكن ده نديله 12، والجزء ده اوتو اوت برضو، وممكن نديله برضو 12، وكلهم يبقوا وليكن 32. وممكن دي تفل ممكن دي تفل الكونتينر. اكشلي تفل الهايت بتاعها يفل. بس اعتقد كده تمام جدا. هو عامل الاسهم دي disabled الى حد ما، معرفش ليه.
يعني مش مشكلة دلوقتي. طيب نيجي للفورم بتاعت الكونتاكت اس احنا ممكن ندي برضو هنا بادنج شوية لو المسافات، اعتقد المسافات هنا يعني هنا لو شايفين ان المسافة تحت كبيرة قوي احنا ممكن نقلل اللي تحت، بس لو دوسنا على الزرار اللي هنا ده اللي هو الانديفيدوال بادنج ده ممكن نقلل هنا، يعني ممكن نخلي دي 80 مثلا، او ممكن نخلي دي 60 واللي فوق دي تبقى 120، او ممكن نزود اللي فوق كمان مثلا 160 عشان تبقى ابعد شوية وتحس الدنيا سيمترية اكتر. ممكن طبعا نظبطها بطرق اكتر من كده، ولكن بس انا محتاج اوريكم الاستراكشر نفسه او اللاي اوت ماشي ازاي والترتيب عامل ازاي. بعد كده هاجي عند الكونتاكت اس هاخدها احطها جوه الكونتينر بتاعي. نفس الكلام برضو واحدة واحدة كده هناخدها، نلغي الاول الباك جراوند اللي بتبقى دايما موجودة دي، وبعد كده شيفت A هيبقى عندي هنا الفورم، هدوس شيفت A تاني الدنيا هتبتدي تبوظ معايا، وعملها في جريد. على فكرة الجريد ده هنعملها فيديو جدا لان هي حاجة الواحد كان مستنيها يعني. ممكن نخلي مسافتها 24 ونخليها تهج، ونخلي ده برضو هو معمول هج. اوكي طيب ده ممكن نخليه فل بقى عشان يبقى ايه ماشي مع الفورم بالظبط، ما يبقاش اكبر من الفورم. كده تمام، بس اعتقد الفيلدز بقى هي اللي هتبقى محتاجة تبقى في اوتو اوت برضو. يعني ممكن طبعا احنا مش هنستخدم الجريد دلوقتي، بس ممكن نخلي بقى كل دول كده جوه اوتو اوتس، وممكن نظبط المسافات بقى شوية. يعني دي احنا عملناها، ممكن بقى انجروب ده احنا عملنا دي، خلينا نخليها 16 مثلا وليكن، وهنا وهنا يبقى ده كل واحد 16 بيكسل وكله يفل عشان الريسبونسفنس، وتبقى كده الدنيا تمام. طبعا احنا محتاجين نتأكد ان ده بيفل برضو. هو بيفل. اوكي تمام، الزرار تمام، الليبل ده تمام. تالي كده المسافة ابتدت تبقى مش احسن حاجة، ممكن ندي هنا 80 مثلا عشان نوسع الدنيا شوية. ممكن ندي هنا كمان 80 برضو عادي جدا. احنا اتأكدنا ان ده واخد ماكسيموم ويتس، لا احنا حطناش هنا ماكسيموم ويتس 1200. اوكي هنا نفس الكلام برضو ماكسيموم ويتس 200 ونخليه في الكونتينر. طيب ده محتاج يفل الكونتينر، وده محتاج يفل برضو عشان تبقى الدنيا برضو ايه دي اكبر كده واخدة وضعها شوية. طيب دي كده الفورم خلصت. بعد كده هيبتدي معانا بقى الفوتر اخر حاجة. ومحتاجين نسيب تحت زيرو بادنج. الفريم الرئيسي هنخلي له individual padding 0 عشان يبقى الفوتر هو اخر حاجة في الصفحة. ونبتدي بقى الفوتر برضو نتسلى عليه كده. تعالوا ناخدها بس من جوه الاول عشان الدنيا ما تبصش. دول كده اعتقد هيتعملوا على طول، هما 3 حاجات كده. اوكي دول نفس الكلام، هما اصلا اوكي ايه ده اوتو ري اوت. طب تمام جدا، اوتو ري اوت اوتو ري اوت اوتو ري اوت. وده معمول تحت ماشي. طب احنا هناخد دول كده كلهم نخليهم اوتو ري اوت. تمام وبعد كده ده هيبقى لوحده في النص. الباك جراوند دي طبعا اقول لكم بقى احنا هنا هنعمل ايه. احنا هنا هنخلي دي زي ما هي كده. تمام هنسلكت بس كل ده وهنقول شيفت A وهنخلي هو فين المربع الريكتانجل ده راح فين؟ طيب هندوس شيفت A عشان نحط كل حاجة في اوتو لاي اوت. انا لقيت ان الريكتانجل الفيل كولر بتاعه راح للاوتو لاي اوت، واللي هو عادي يعني مش قصة. احنا ممكن نعمل حاجة بقى، احنا ممكن هو كده كده متقسم يعني. هنا ده الكونتينر اللي فيه الكونتنت، انا عايز ده اللي يبقى 1200 بكسل، فانا ده اللي هديله الماكسيمم ويتس ال 1200 بكسل، هو هخليه ان هو يفل. واللي بره هيفل برضو عادي، بس مش هديله ماكسيمم ويتس لان هو مهما ما السكرين كبرت عادي ان الفوتر بتاعي يفضل الباك جراوند بتاعته كده، ولو ان هو مش بيفل برضو لسبب ما. كده تمام كده تمام كده تمام.
ولكن إحنا عشان سايبين صح، أوكي. طيب إحنا محتاجين بقى إن إحنا نعمل حاجة، محتاجين نلغي الfill دي ونجيب rectangle زي ما هو كان عامل، أو ممكن نجيب frame أو ممكن نجيب container أو ممكن نجيب أي حاجة، وبعد كده نحطها وبعد كده نخليها absolute position، وهتبقى طبعًا relative للfooter ده، وهنملى بيها الصفحة كلها بالشكل ده كده، وهنديها الfill color اللي هو كان عامله، وبعد كده هنخليها send to back عشان تبقى تظهر لي الcontent بتاعي. بس كده هي محتاجة بس تبقى left to right علشان تبقى responsive. كده تمام جدا. طبعا الكونتنت هيبقى في النص بالظبط، والماكسيمم ويدث هتبقى 1200. ممكن نديله بقى ال احنا محتاجين ده اصلا يبقى اوتو لاي اوت، احنا معملناهوش لسه. اوكي، ده يبقى اوتو لاي اوت 1200 في الكونتينر. انا معرفش هو ليه واقف على 950. اوكي، ده هو في بادنج اصلا جوه الاوتو لاي اوت الرئيسي. طيب هنلغي البادنج اللي جوه الاوتو لاي اوت الرئيسي عشان كده هو مش عايز يكسباند ال 1200. طيب كده الدنيا بقت تمام. هنخليهم المسافات ما بينهم اوتو، وهنخلي الدنيا دي كده في النص، وهنخلي ده يبقى هج، ودول برضو اوتو. وممكن دول بما ان هم كانوا لوحدهم على جنب نديهم مسافات ثابتة، وليكن مثلا 60 بكسل ويبقوا لوحدهم، او مثلا 80 بكسل. ممكن يبقوا اكتر من كده، ممكن مثلا 120 بكسل. يعني تمام الى حد ما زي ما هو عامل، ويعني كده تقريبا نفس اللاي اوت بالظبط، ولكن كل حاجة اتعملت جوه اوتو لاي اوتس وجوه كونتينرز زي ما بيتعمل في الديفلوبمنت. طبعا احنا محتاجين بس نظبط المسافة شوية، هي كده 75 من هنا و44 من هنا. ممكن نخلي الريكتانجل ده برضو توب وبوتوم عشان يكسباند معايا لما اجي احرك الكونتينر بالوضع الرأسي. آه مش انا محتاج اعمل ايه كده عشان اظبط المسافة؟ محتاج ادي بادنج متساوي، وليكن تمانينات هنا واخليه هج. كده الدنيا اعتقد مظبوطة. طبعا هو ده تقريبا واخد هايت غريب، او يعني المفروض يبقى زيرو، عشان كده هو بيديني كسور، انما كده مديني 80 و80. تمام. طيب بس كده اعتقد كده الدنيا مظبوطة جدا. كده الوضع بالنسبة لي بقى مثالي جدا، اقدر ان انا اعدل في الستراكشر نفسه بسهولة، اقدر احط سيكشن مكان سيكشن، اقدر اعدل حاجة مكان حاجة، اقدر اي حاجة حرفيا باستخدام زراير بسيطة وانتراكشنز بسيطة وكليكس بسيطة، ان انا اغير الوضع بتاعها، اعمل اي iterations. وطبعا في حاجات كتير برضو ليها عوامل مساعدة، طبعا الفاريبلز والحاجات اللي انا بعملها سيت اب قبل ما ابتدي في البروجكت. لكن انا بس حبيت يعني اديكوا برضو نبذة كده عن الموضوع. بس كده يعني انا اعتقد ان انا طولت عليكم شوية بس انا بصراحة شايف ان دي حاجة مفيدة، وشايف ان هي بتفيدني فعلا في التصميم بتاعي، وبلاقي ان الدنيا سهلة بعد كده ان انا اعدل، ان انا اظبط اي تظابيط مستقبلا، اي iterations، اي تعليقات بتجيلي. وطبعا لو عجبكم الفيديو ممكن تعملوا لايك وشير. لو حابين تشوفوا فيديوهات اكتر عن اليو اكس واليو اي ممكن تعملوا سبسكرايب للتشانل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى فعلا تكونوا استفدتوا، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.